السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وألف خير. ولا يحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معانا نص كيلو من الكنافة. قطعناها، هي لسه جاية طازة يا حبايبي. قطعتها زي ما انتم شايفين كده، وحطيت في الصينية من تحت الكنافة حوالي من 5 معالق زيت. ومعانا هنا يا حبايبي الحشوة بتاعتها. يعني حوالي هنقول نص كوباية من دقيق السمين، على نص كوباية من السوداني مجروش في في المطحنة بتاعة الخلاط يا حبايبي. وحطينا عليها حوالي 4 معالق، أو لا، حوالي معلقتين أو 3 من السكر المطحون. وحطينا كمان حوالي 4 معالق من الشربات اللي احنا عاملين للكنافة، وعجناهم كده في بعضهم عشان تبقى ماسكة بعضيها. هنا بنضغط على الكنافة ضغطة حلوة جامدة كده، علشان نطلع الخلطة بتاعتنا تكون متماسكة وحلوة زي ما هنشوفها دلوقتي إن شاء الله. اضغطي، أو هاتي طبق واضغطي، أو صينية صغيرة حبة واضغطي، أو بكف إيديك كده زي حالاتي كده. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده تمام التمام ما شاء الله. حسبها تحت ايدي زي ما تكون حاجة صلبة، يعني مش الكنافة. هنا الحشوة حطيناها اهي قدام حضراتكم. انا مكترة برضو شربات عشان عليها سكر بودرة، بس بصراحة حشوة حلوة يا جماعة، جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بيسيبنا ويمشي شوية بشوية. أنا بزعل عشانه جدا يا حبايبي، والله أنا بحب رمضان، يعني زي ما يكون دي نفسي أني. كل سنة تعدى عليا بخير وعليكم يا رب، وربنا يبلغنا كل رمضانات. كل سنة إن آخر يوم ده بيبقى زي ما يكون حد مصاحبني عمره كله سايبني وماشي. ساعات بعيط والله يا جماعة، يصعب عليا جدا. فسبحان الله، اللهم بلغنا كل رمضانات يا رب. هنا فوق الحشوة أنا حطيت شوية من جوز الهند اهو يا حبايبي، شوية حلوين مش شوية صغيرين يعني. هنا بقى الحشوة كده ايه متماسكة مع بعضها، السوداني مع السميد مع جوز الهند. ده الطبقة التانية من الكنافة قدام حضراتكم. بلاش نكتر من السمنة والزيت على الكنافة عشان نعرف ناكل الحاجة يا جماعة. قدام حضراتكم. بس أنا مش مبسوطة من الكنافة دي، هي طازة بس فيها حتات كده اللي بتبقى عاملة زي مفتلة كده، بس بحاول ان اني اقطعها برضو كده. انا بفرد الكنافة على الحشوة يا حبايبي بالراحة كده، ولازم تغطيها كلهتها. وبعدين نضغط برضو نفس الكلام على الحشوة من فوق، على الطبقة اللي فوق. ايوه، كل ما تقابلك حتة كده من اللي هي التخينة دي، مش شعر يعني، كاتلة كده في روحها، حاولي تفكيها عشان تبقى حلوة في الأكل. وهنضغط تاني يا حبايبي قدام حضراتكم. أنا مخلية الفيديو ماشي واحدة واحدة عشان نشوف احنا بنعمل ايه مع بعض. اهو يا حبايبي، معلش هتتعبي حبة بس في مصلحة الكنافة. بالشكل ده يا حبايبي ان شاء الله، اللهم بارك. يلا يا حبايبي، يلا يا حبايبي. هنا حطينا احنا هنسوي الكنافة على البوتاجاز من فوق اهي يا حبايبي. جبت حتتين سمنة كده، وبعدين حاولت ان انا احطها يعني فوق الوش، بس لقيتها بتشيل الكنافة، فانا استكفيت باللي انا حطيته ده. هنسويها فوق زي ما انتم شايفين كده. نطرف الصينية
على العين، لازم نخلي حرف الصينية هي يعني على نص العين كده. دي الصينية يا حبايبي اللي أنا هأقلب فيها الكنافة. دهنتها بالزيت، مش بالزيت، لأ بالسمنة، علشان لما أجي أقلب الزيت هيبهدلني طبعا، فالسمنة أصلح. يلا يا حبايبي، طبعا أنا مش حطيت التليفون في الحامل علشان أوريكم قلبة الصينية، لأ. أنا انت وريتكم الصينية وأنا مدهناها، والصينية اللي كانت فيها الكنافة من الأول دي أهي. لازم الصينية تكون أكبر من التانية، من الصينية الأولانية، علشان تعرفي تقلبي الكنافة ومش تتبهدل منكي. تكون معاكي صينية أكبر من الصينية التانية اللي انت عاملة فيها الكنافة، تطلع معاكي بالشكل الحلو ده وجميلة جدا يا حبايبي. خلصنا، طفينا النار وتأكدنا إن الكنافة اتحمرت من الوش اللي تحت، ونزلنا بالشربات. الشربات دي عبارة عن إيه يا حبايبي؟ كوبايتين من السكر، كوباية أو نص من المية، ونص ليمونة يا حبايبي. ده كل الشربات. حطينا الليمون إمتى أو عصرة الليمونة إمتى؟ في آخر مرحلة من تسوية الشربات. حطي عصير الليمون وشيلي من على النار على طول، وحطي نقطتين زيت، حتة سمنة في قلب الشربات زي المحلات ما بتعمل بالظبط. كده احنا مسويين الكنافة فوق يا حبايبي. يلا يا حبايبي، الكنافة قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله، شوفوا الخرطة حلوة ازاي، ما شاء الله طالعة حتة واحدة اهي قدام حضراتكم ما شاء الله، اللهم بارك. يلا يا حبايبي، حطينا على الكنافة شوية جوز الهند كده من على الوش قدام حضراتكم. مش تنسونا من اللايك يا حبايبي، المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.